السلام عليكم. معاكم ملوكة من قناة ملوكة الإخبارية. النهاردة الأربعاء 10 يوليو 2025، ودي نشرتنا الجديدة فيها أهم الأخبار اللي حصلت في مصر والعالم. يلا نبدأ. أول خبر: متابعة مشروعات حياة كريمة. الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع النهاردة مع عدد من المسؤولين علشان يتابعوا تنفيذ المرحلة الجديدة من مبادرة حياة كريمة. المشروعات بتشمل تطوير الصرف الصحي ورصف الطرق وبناء مدارس ومستشفيات في القرى. تاني خبر: البرلمان يناقش قوانين جديدة. مجلس النواب ناقش النهاردة مشروع قانون يخص التعليم الفني، وبيقترحوا إن الطلبة يكون ليهم فرص تدريب عملي في المصانع علشان يكتسبوا خبرة حقيقية قبل ما يتخرجوا. تالت خبر: الاقتصاد وأسعار البنزين. وزارة البترول أعلنت إن أسعار البنزين هتفضل ثابتة الشهر ده، يعني مفيش أي زيادات على بنزين 80 أو 92 أو 95، وده جزء من خطة الحكومة للحد من أعباء المعيشة. كمان البنك المركزي قال إن معدل التضخم بدأ ينزل شوية، ودي أخبار كويسة للناس. رابع خبر: الصحة. وزارة الصحة أعلنت عن حملة جديدة لتطعيم الأطفال في المدارس ضد الحصبة. الحملة هتبدأ من الأسبوع الجاي وهي مجانية لكل الطلبة. خامس خبر: العالم. في كندا الحرائق في الغابات لسه مستمرة، والسلطات طلبت أكتر من 10,000 شخص بإخلاء بيوتهم. الأمم المتحدة عرضت مساعدات، وكندا أعلنت حالة طوارئ في بعض المناطق. أما في فرنسا في مظاهرات كبيرة بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء، والناس بتطالب الحكومة بالتدخل لخفض الفواتير. سادس خبر: الرياضة. النادي الأهلي بيكمل استعداداته لماتش نهائي كأس مصر قدام بيراميدز، والمباراة هتتلعب يوم الجمعة الجاية في استاد القاهرة. المدير الفني كولر مركز على خطة هجومية من أول دقيقة. والزمالك بدأ يتفاوض مع لاعبين جداد لتدعيم الفريق، والصفقة الأقرب دلوقتي لاعب خط وسط من نيجيريا. الطقس: هيئة الأرصاد قالت إن الجو حر جدا النهاردة، خاصة في جنوب مصر. القاهرة 36 درجة وأسوان وصلت 41. ياريت الناس ما تتعرضش للشمس وقت الظهر ويشربوا مية كتير. ودي كانت نشرتنا النهاردة من قناة ملوكة الإخبارية. لو عجبكم المحتوى ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة، واستنونا بكرة في نشرة جديدة بنفس المصداقية والبساطة. مع السلامة. تدبي.